السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معذرة على التأخر، هذه مدة المشاهدين ديالي واخا قلال. هاد الأيامات اللي فات ما كناش مسالين. ثارت الانتباه ديالي واحد القضية ديال واحد شاب مغربي من الحسيمة على حساب القنوات ديال اليوتيوب. السنة الفارطة جا من إسبانيا، من بعد ما خدا الوراق ديالو جا من إسبانيا للمغرب باش يشوف والديه والعائلة ديالو في المغرب. جاب 6 أيام على حساب اللي تيقول خوه، والأخ ديالو هنا كاع القنوات تيهضروا على هاد القصة هادي اللي هي غريبة جدا. سالات 6 أيام غادي يرجع في الباخرة ديال الأرماس. هاد الباخرة ديال الأرماس اللي هي في الصورة هي هادي، من الميناء ديال بني نصار. غادي يرجع لشي أحد الموانئ في إسبانيا. طلع السيد الباخرة قال له على حساب الراوي اللي هو خوه القنوات ديال اليوتيوب، الباخرة غادي تنطلق مع 11 ديال الليل. المهم انطلقت، الدري مروان المقدم اللي هو اختفى ركب في الباخرة، اتصل بالعائلة ديالو، دار معاهم فيديوهات اوديوات، تكلم معاهم حتى 2 ديال الليل تقريبا. كلشي مزيان بأنه ركب في الباخرة، راه كلشي غادي مزيان. كيتسناو الصباح باش غيتصل بهم بالله وصل. اتصلوا به طافي. على حساب الأخ ديالو قال ليك تيقول بأنه ربما طفى ليه التليفون، ما مشارجي ليش حيك السفر هذاك 6 السوايع في الباخرة، حيك من الناظور حتى اسبانيا كاين المسافة طويلة، 6 السوايع ونص تقريبا، 11 الليل غيوصلوا قال لك مع 7 الصباح. ما كيجاوبش، قال له صافي واقيلا ناعس مع العيا ديال السفر ماشي مشكل. قال لك حتى 2 ديال النهار صحابو اللي في اسبانيا اتصلوا بالاخ ديالو اللي في المغرب، قالوا لي خوك فينا هو علاش ما جاش، نورمال ما خصو يدخل مع 7 الصباح. وهذا تيتعجب حتى هو، تما غادي يعرفوا بالله اختفى. بقات القضيه غامضه. واسمعوا ايها المغاربه، ولا سيما الجاليه المغربيه اللي هي في اوروبا، واسمعوا يا الجاليه المغربيه، راه قصرتوا في هذا الموضوع بزاف. كيفاش بغيتوا الاسبان بالخصوص اللي هي منطقه عبور باش ندوزو للمغرب البلاد ديالنا في الصيف وفي العطل، كيفاش بغيتو غادي يحترموكم، وهما اختطفوا مغربي من الباخرة، اختطفوه لاحوه قتلوه الله اعلم. السيد قطع في الباطو. السلطات الاسبانية على حسب الاخ ديال المختفي ما وصلش لاسبانيا. السلطات المغربية بانه خرج من الاراضي المغربية، يعني اختفى في داك الانترفال، داك المجال مغرب اسبانيا، ناظور شي ميناء في اسبانيا. خرجات واحد السيده صيفطت لهم شي رساله، قالت لهم بانه شت انا داك الدري عقلت عليه، كان مسافر معنا في داك الباطو، تخاصم مع شي مشغل من دوك المشغلين، دوك الكارسونات اللي تيكونوا في الكافيتريات، تخاصموا. وهذا جاو 2 تيفكوهم، دفعوه، طاح على حديده، طاح اغمي عليه. قال لك اسيدي، قالوا لهم ديوه للطبيب، هزوه في الباطو داخل الباخره غاديه. خداوه من تما، نزلوا المغاربه في اسبانيا، صافي تا واحد ما سول على تا حد، كلشي تيقول راسي يا راسي. وبالله عليكم ايها المغاربه الاحرار، وكيفاش بغيتوا الناس غادي يعطيوكم القيمه؟ كيفاش غادي الاوروبيون غادي يعطيوكم القيمه داخل اوروبا؟ انتم مهاجرين، راه انتم اللي كطيحوا القيمه ديالكم، تستاهلوا التكرفيس اللي كتكرفسوا في اوروبا، خوفا من فقدان السجور، خوفا من فقدان حتى الجنسيه، وطيح الكرامه ديالكم. كيفاش نتوما في ديك اللحظه فاش كانت السيد، الا كانت هاد السيده عندها الحق، شافوا الناس بالله كاين واحد الشجار ما بين واحد المهاجر مغربي مع الناس اللي خدامين في الباطو، وما تدخلوش نتوما ديك الساعه وتنوضوا كاملكم في ديك الوقيته يتفك المشكل، اما قتلوه تما غادي القضيه، ما تهبطوش من الباطو نتوما.
يا ديك بغاتني انا. ايوا الصراحه بغاتني كنت انا تما، ما نضارب ما والو، ما غاديش نهبط من الباطو، غادي لهم هاي لا الدري يخرج هنا، اما نتلاحوا كاع في البحر اما جبدوا الدري. والله الا هادشي الا حرام، هاد القصه هادي راه اش غادي نقول لك. وكيفاش بغيتو نتوما الصبليون بالخصوص غادي يحترموكم ويعطيوكم قيمه. وتخيلوا ايها المغاربه كون كان شي صبليوني اللي ركب من الجزيره الخضراء ومشى مثلا لطنجه، بغى يمشي سياحه، نقولوها سياحه، واختفى، ما نزلش طنجه، اختفى ما نزلش في طنجه، ماذا سيقع؟ يلا جاوبوني، بغيتكم في التعليقات تكونوا رجاله وجاوبوني. صبليوني اختفى في واحد الباخره مغربيه غاديه من الخزيرات غاديه لطنجه مثلا، اختفى هو الباليزه ديالو. يا قول لي اش غادي يوقع ديك الساعه؟ مادام اختفى باخره مغربيه وغادي للمغرب، غادي تنوض منظمات حقوق الانسان، المنظمات الاسترزاقيه اللي ما كتحمل حتى شي حاجه سميتو مغربي، منهم الخونه ديالهم داك غالي عزيز غالي، داك مول الحانوت ديال الدواء اللي كيبيع الدواء في القنيطره، هذاك ما بانش في هاد القضيه ديال مروان اللي اختفى. يا حقوق الانسان، يا واحد المواطن مغربي اختفى في الباخره، زعما ما فراسكمش بالله واحد المغربي اختفى دبانه يعني؟ يا كيفاش بغيتو النصارى بصفه عامه غادي يحترموكو؟ راه الا ما عطيتيش قيمه لراسك ما كاينش اللي غادي يحترمك. يو فين راه نعطيتكم مثال، صبليوني اختفى في باخره مغربيه كانت غاديه من الخزيرات لطنجه، اختفى وغادي تنوض القيامه. عرفتي شنو هي القيامه؟ غادي تنوض القيامه، ربما حتى الامم المتحده غادي تتنشر القضيه تما، والسمعه د المغرب وبزاف 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 وبزاف، ولا غادي ياثر على السياحه. وشوفوا مغربي وراه قانوني، راه ماشي حراق، ماشي شغلنا قالوا لي كان قبل الحراق صوب الوراق سوى الوضعيه ديالو جاي يشوف والديه، قانوني ديك الساعه راجع. فين هو؟ اختفى. هي التصويره ديالو. والله الا هاد القصه هادي الا يعني اش غادي نقول لكم، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فين هما المغاربه؟ ايوا كاين شي جار في الباطو دخلوه مغربي هذاك، ولد البلاد خونا ولدنا، كان عليكم غادي تحبسوا. اش داك الشيء غادي تدخلوا حتى نتوما، كيما تدخلوا دوك جوج مستخدمين باش يساندوا الزميل ديالهم اللي مخاسم معاه مروان المقدم، دخلوا حتى نتوما وتبعوا الحاله ديالو حتى توصلوا لاسبانيا. وإلا ما بينوه لكمش ديك الساعه فينا هو خصو يخرج حتى هو، غادي نحبسوا ما نخرجوش من الباطو، كلشي غادي يحبس. حبسوا لدين امهم داك الباطو. يلا نتوما كتشوفوا راه باينه القصه هنا، باينه على حسب هادشي اللي تبعت في القنوات ديال اليوتيوب، باينه بالله السيد صافي ربما قتلوه لاحوه في البحر بالباليزه ديالو، بغا يحيدوا الاثار الجريمه. ولكن المشكل هو قال لك سيدي ملي جاو خو دار الاجراءات القانونيه، الوكيل الملك في المحكمه ديال الناظور هذا دار الاجراءات ديالو، دار خدمته كما كيقول الاخ، كلشي داكشي مزيان. قال لك شاد شي محاميه في اسبانيا، راك عرفتي المحاميين الاوروبيين في هذه القضايا اللي كتمس بالامن ولا بالسمعه ديال البلاد في اوروبا. هذه راه طرات لي انا، راه كنت شديت محامي الماني ضد اليونان، بغيت نرفع قضيه ضد اليونان في المحكمه الاوروبيه اللي كاينه في لوكسمبورغ، وعندي ما يثبت، عندي الحجج. والله داك الالماني المحامي ما قبل لي يشد الدعوه رغم الحجج والملف ثقيل اللي عطيتو، ملف حقوقي، ما قبل لياش وناض من البيرو قال لي سير ولا نجيب لك البوليس. محامي الماني قال لي جيتي من المغرب وانت كتقول لي اليونان راه حضاره، تيبقى يقول لي في التاريخ ديال اليونان. ما كيرضاوش بحال هاد القضيه هادي وما يشدوش المحامين هادو. خصكم يا ايها المغاربه شوفوا المغاربه محاميين ولاد البلاد، المحاميين هما اللي يشدوا هاد القضيه هادي.
راه عندهم الميز العنصري. القضايا اللي كتمس بالسمعه ديال البلاد تكون حقوقيه، سيرتو تكون حقوقيه، وهذا اللي هما كيقدسوها بزاف. راه المحاميين داخل اسبانيا اللي وقع فيها المشكل، اسباني ولا اسبانيا محاميه، راه ما غاديش تشد لكم القضيه، ستتلاعب بالقضيه باش كلشي داكشي تضمس. هذاك مغربي هذاك صافي، دوخوه ديوه جيبوه ديوه جيبوه حتى تيعيا. اخوه مسكين راه مشى يفقد الوعي ديالو، سيرتو الام ديال الدري هذا بغا يفوت هذا الاشاره هذا. وغادي تشوفوا ولا غادي نمشيو لهذا الفيديو الاخر، كاع هادشي فيديوهات على مروان المقدم. ها جا ليا هنا، حنا غادي نوري لكم القضيه ديال هذا مروان المقدم اللي هي قضيه غريبه جدا. السيد مشى، ها هو اخوه، هذا هو اخوه، اييه مهم للنهار ديال جا عندنا مروان المختفي، مروان المقدم نهار 14/4/2024 جا عندنا زيارة في عيد الفطر وبقى معنا لمدة 6 أيام. ومروان عنده الجنسية المغربية ومتحصل على الإقامة الإسبانية، ومن تما كيبقى معنا 6 أيام ورجع نهار 20/4/2024 رجع من ميناء بني نصار الناظور توجه ميناء مونتريال اسبانيا لحيت المقر السكن ديالو. ومن تماك وحنايا عندنا ما يثبت باللي راه مروان المقدم غادر التراب الوطني لا من السلطات المغربيه، ولا حنايا عندنا فيديوهات ومحادثات على التواجد ديالو على صافي. القصه غادي تتبعوا اليوتيوب والقنوات راه ناشرين هذه القضيه هذه. الناس ولاد المغاربه الاحرار راه دايرين هذه القضيه في اليوتيوب بلا ما نضيع معكم الوقت ويضيع ليا الوقت اللي هو مهم. راه الا ما عطيتوش القيمه لرئيسكم ما كاينش اللي غادي يعطيكم القيمه يا ايها المغاربه. الدل هذا يعني الخطا جا حتى من المغاربه اللي كانوا على متن ديك الباخره. جا واحد القصه اخرى ديال واحد السيد قال لك اسيدي السبب ديال الشجار هو في الكافيتاريا عطاوه قهوه بارده هو بغاها سخونه، تزايدوا في الهضره. هذا هو السبب على قهوه اللي قال واحد السيد الراوي والله اعلم. المهم مروان المقدم اختفى في الباخره ديال ارماس، وخصكم تحركوا يا ايها المغاربه. اولا غادي تقاطعوا هذيك الباخره شركه ارماس، وغادي تابعوها وديروا احتجاجات. كنهضر هذاك الخط ديال بني نصار الاسبانيا اللي من بني نصار صحاب الناظور. يا فين هما هاد الريافه هادو الاحرار، وفين هما هادوك كيدافعوا على حقوق الانسان. هذا عزيز الرخيص هذا الغالي اللي كيبيع الدواء في القنيطره مبرص لينا راسنا. فينا هو هذا واي حمار، هذا واي حمار اللي كيساند فلسطين. فينا هو الاخر دوك العداله والتنميه. فينا هما اصحاب العداله والتنميه اللي عندهم شي حقوق بعد هادوك المسلمين المتشددين كيتشددوا على الدوله وعلى البلاد ديالنا. وفين هما هضروا على بحال هاد القضيه ولا القضيه فيها اسبانيا ما تعطيكمش اسبانيا القيمه الا ما عطيتوهاش لراسكم. يا بقاو تما تحت الصباط. بالنسبه لنا كمغربيين لا، انا بعيد عليكم، انا خارج منكم، انا نوع اخر من البشر. عاطيني قيمه هنا بزز عليهم، حيك يعطي قيمه راسي. وفينا هو هضروا لي على مروان المقدم مسكين دري طالع في 19 عام، رزاو على العائله ديالو ماشي حشومه وساكتين. ماشي حشومه عليكم، ما قدرتوش تشوفوا في هذه القضيه هذه ديال مروان المقدم. هذه الباخره هذه شركه ارماس اللي هي السبب في الاختفاء ديال هنا. فين اختفى في هذه الشركه هذه ارماس؟ ها هي ديروا عليها الحظر، احتجوا. كاين عندها المكتب ديالها في الناظور، احتجوا سدوه ما يقطع حتى واحد. ديروا شي حاجه
ولدنا هذاك باش ترجع لكم القيمه ديالكم يا ايها المغاربه الاحرار. ديروا بارطاج الفيديو في سبيل الله باش المراه تلقى ولدها. السلام عليكم.